السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم وصفة جميلة جدا جدا النهاردة، هتعجبكم قوي قوي، وان شاء الله تكون بسيطة عليكم وخفيفة ومش هتاخد منكم طبعا لا وقت ولا مجهود. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله هعمل معاكم الخضار المشكل بقطع الفراخ أو بصدور الفراخ في الكيس الحراري. وصفة جميلة جدا وطعمها تحفة. طبعا أي خضار عايزة تعمليه في الوصفة دي اعمليه، بيطلع نتيجته مضمونة وبيبقى طعمه صراحة ملوش حل. معايا هنا كمية من الكوسة والجزر والبطاطس، قطعتهم مكعبات متساوية، ومعايا كمية من صدور الفراخ. انا معايا هنا 5 صدور فراخ كبار، قطعتهم قطع كبيرة بالشكل ده، يعني تقريبا كيلو ربع او كيلو نص من صدور الفراخ، مخلية طبعا من غير عظم. عايزة تعملي الفرخة كاملة من غير ما تخليها عادي براحتك، اعملي اللي يناسبك، لكن جربي بفليه صدور الفراخ، صراحة بياخد من طعم التتبيلة ومن طعم الخضار اللي معانا، جميلة جدا جدا. هحط التوابل مع الخضار مع عصير ليمونة، وكمان معلقتين من زيت زيتون او زيت نباتي المتوفر عندك. وطبعا قلت هحط معانا هنا طماطمايه واحدة بس كبيرة، وقرن فلفل رومي، وكمان واحدة فلفل حار. طبعا هحط كمان قرن فلفل مقطعاه مع الخضار، وكمية من البصل، معايا 5 بصلات صغيرين. حابة تضيفي بصل كمان اكتر من اللي انا حطاه ده عادي ضيفي، عامة البصل كتير في الوصفة دي بيديها طعم حلو قوي قوي. بنقطع البصل قطع، او بنحط لو البصل صغير قوي تقدري تضيفيها وتخليها في الوصفة زي ما هي، لكن هنقطع البصل الصغير ده كل بصلاية كده نصين. هناخد بقى الطماطمايه مع القرن الفلفل والبصلايه والقرن الفلفل الحامي والثوم في الكبة ونفرمهم كويس قوي. هننزل بمعلقة صلصة، معلقة صلصة واحدة بس، وده اللي انا فرمته في الكبة. بنحط الخليط ده على المكونات مع الخضار وبنقلبهم تقليبة كويس قوي. طبعا المعلقة مش هتكفي ان انا مش هتنفع ان انا اقلب بيها، هقلب بها كويس بايدي. بنخلط الخضار كله مع بعضه بالشكل ده، وبعدين هاخد الفراخ، هاخد قطع الفراخ دي على النار على طول. انا هسيب بس الخضار ده يا جماعة يتبل مع بعضه كده شوية وياخد من طعم بعضه. الفراخ هناخدها في طاسة على النار، والنار بتكون عالية عشان ما تنزلش ميتها. طبعا الفراخ دي انا الامانة كده متبلاها بمية البصل وتوابل فلفل وتوابل فراخ وليمون وخل، تبلتها لمدة 2 ساعتين. تقدري تتبليها من بالليل للصبح. بستمر في التقليب خالص بالشكل ده. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم مهم قوي قوي ان النار بتكون عالية. بقلب الفراخ من ناحيتين لحد ما بتوصل الفراخ دي للون، يعني بتاخد لون اصفر. انا مش عايزاها تستوي في دلوقتي يا جماعة البوتاجاز، انا بس بديها تشويحة على نار عالية علشان بحطها مع الخضار، بتستوي مع الخضار وبياخد من طعم بعضه كده تمام. بعد ما خلاص وصلت للون ده كده اهو، بتأكد ان كل قطع الفراخ اتشوحت واخدت لون. تقدروا كمان يا جماعة تعملوا اللحمة بالشكل ده بس مش هتتشوح. انت بتجيبي اللحمة بتقطعيها المكعبات، بتكون مكعبات متوسطة، يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة، وبتسلقيها نص سلقة كده، وبعدين بتاخديها
تحطيها مع الخضار، تضيفيها مع الخضار وتقلبيها كويس جدا، وبتحطيها في الكيس الحراري وبتدخليها الفرن برضو على درجة حرارة 200 زي دي بالظبط. درجة حرارة 200 بتقعد طالما اللحمة انسلقت نص سليق، هتقعد في البوتاجاز لمدة ساعة بالظبط. نفس الحكاية الفراخ مع المكونات اللي انا عملتها او مع الخضار المشكل اللي انا عملته ده، هتاخد باذن الله ساعة في الفرن. بعد ما الفراخ وصلت معانا للشكل ده، اخدت لون، هاخدها واحطها على الخضار بتاعنا. احنا سيبنا الخضار لمدة 10 دقايق تقريبا يتبل مع بعضه شوية كده، وبعدين بنضيف قطع الفراخ دي مع الصوص الجميل اللي نازل منها ده. مهم قوي تضيفي الصوص ده للمكونات بتاعك او للخضار بتاعك. بنقلب الحاجات دي تقليبة كده كويسة. بنبدأ بقى في المرحلة دي بنجيب الأكياس الحرارية دي يا جماعة، تحفة صراحة، لها استخدامات كتيرة جدا جدا. دول 5 أكياس في باكت واحد، معاهم الإقفال بتاعهم عشان تقفلي كويس قوي قوي علشان السوائل ما تنزلش من الأكياس دي، وتحتفظ بالسوائل فيها وبتسوي الحاجة كويس قوي. اهي بنبدأ ناخد الخليط بتاعنا ده، المكونات بتاعنا الخضار مع الفراخ. طبعا الكمية دي ما شاء الله مش هينفع في كيس واحد، فأنا هضطر أقسمها على كيسين. هبدأ كده بالراحة أفضي الأول في كيس، والكمية التانية هنحطها في كيس كمان. بعد ما حطينا الخضار اللي معانا بالفراخ في الأكياس الحراري بالشكل ده، فضيتهم في الكيسين زي ما قلت لحضراتكم، وهقفل كل كيس كويس قوي قوي بالقفل بتاعه او بالكليبس بتاعه بالشكل ده. مهم قوي ان تقفلي الاكياس دي كويس علشان ما ينزلش حاجة منها في الصينية وتتحرق. والتاني هقفله برضو نفس الطريقة. حاولي على قد ما تقدري تقفلي الاكياس دي كويس قوي علشان ما فيش اي سوائل تنزل منها في الصينية وتتحرق وتبهدلك الدنيا. طبعا تقدري تقفليها بالشكل ده قفل عادي يعني، لكن انك تقفليها بالكليبسات بتاعها دي احسن كتير. بعد ما بتأكد ان قفلت الاكياس دي كويس قوي قوي بالشكل ده، مهم قوي تقفليها كويس علشان السوائل ما تنزلش من الاكياس دي في الفرن او في الصينية تتحرق، وهتخلي طبعا المنظر مش كويس خالص. كده تمام. الخطوة المهمة قوي بقى يا جماعة قبل ما تدخلي الأكياس دي الفرن، انك تجيبي سكينة وتعملي فتحة في كل كيس علشان تطلع البخار منها، لان لو ما عملتيش الفتحة دي في كيس الحراري او في الكيس اللي انت حطاه في الفرن، طبعا الكيس ده هيمتلى بخار كتير وهيفرقع صراحة وهيبهدلك الدنيا. كده تمام. هندخل الخضار ده الفرن على درجة حرارة 200. انا شغلت الفرن مسبقا، واحطه في الرف التحتاني خالص، اول رف في الفرن بالشكل ده. هيقعد معايا باذن الله ساعة واحدة بس في الفرن، لان انا مقطعة الفراخ. لكن لو هتحطي الفرخة كاملة مع الخضار هياخد منك ساعتين. كده الخضار استوى جدا جدا مع الفراخ، وصراحة طعمه خطير ملوش حل. جربوا الوصفة دي يا جماعة. الخضار المشكل، اي خضار حابة تعمليه بالشكل ده، اي خضار موجود عندك اعمليه بالشكل ده مع قطع اللحمة او مع قطع الفراخ، بيطلع في النهاية روعة. طعم بصراحة ملوش حل. كده بنقدمه. طبعا بحط كمية من الخضار في طبق التقديم،
وبنقدم الخضار ده يا جماعة بالفراخ مع الرز بشعرية بالشكل ده. الخضار واخد من طعم بعضه مع الصوص اللي نزل بالفراخ، صراحة طعم ملوش حل. طعم يا جماعة، جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. أكلة كده بتدوب في البق زي ما بيقولوا. بعد ما غرفنا الخضار بالفراخ وطبعا الرز بشعرية بنقدمه مع الأكلة الجميلة دي. هنحاول نقدم أكلتنا بالشكل ده، بس نشيل الطبق ده كده بتاع رز بشعرية بالراحة ونحتفظ بشكل الخضار حواليه بالمنظر الجميل ده. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، من الخضار بالفراخ في الكيس الحراري. وصفة جميلة جدا جدا، مفيش أسهل من كده، والطعم حكاية. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.